كان في راهب في دير قديم في التشيك، عمل غلطة كبيرة جدا، غلطة محدش يعرف تفاصيلها، بس العقاب كان بشع، يا يتعدم يا يعمل المستحيل. طلبوا منه يكتب أكبر كتاب في التاريخ لوحده في ليلة واحدة، والراهب وافق. قعد يكتب لحد نص الليل، بس فهم إن ده مستحيل، فقام عمل حاجة أغرب من الخيال، طلب المساعدة من الشيطان. وفعلا الراهب كتب كتاب ضخم اسمه كودكس فيجكس، اللي معناه الكتاب العملاق، وخلصه في ليلة واحدة. الكتاب ضخم لدرجة انه وزنه حوالي 75 كيلو، وفيه اكتر من 300 صفحة من جلد الحيوانات. بس الغريب ان في صفحة كاملة مرسوم فيها الشيطان نفسه بطريقة مرعبة، بعينين حمر وابتسامة شيطانية وجسمه غريب جدا. العلماء درسوا الكتاب، لقوا فيه حاجات مش مفهومة، تعاويذ وصفات لعلاجات وتواريخ غريبة. وفي صفحة اختفت، محدش عارف اتشالت ليه ولا ازاي. اللي يقرأ بيحس بحاجة تقيلة على قلبه، وبيتقال ان اي دير احتفظ بالكتاب ده حصلت فيه كوارث. هل فعلا الشيطان ساعده ولا الراهب هو الشيطان نفسه؟ وانت لو شفت صفحة فيها صورته هتبص فيها ولا تقلب الصفحة على طول؟